بمعنى ان الحل هو انكم مثلا كمعارضه تكتلوا يعني كقوى داخل البرلمان ونهجموا عليهم. لا ماشي تهجموا. مثلا الاليات هذه القضيه ديال لجان تقصي الحقائق، واش انتم كمعارضه ما عندناش الثلث، يعني ما عندناش النصاب، ما عندناش قدرتوش النصاب تقنعوا باقي الفرق الاخرى اللي معكم؟ وبالعكس فروق الاغلبيه اللي خصها تكمل ولات هي تعرقل هذه العمليه، لان عارفه بان هناك مصالح ديالها هي وناس معها اللي مستافدين وغادي يتكشفوا. وربما ايضا لان كاين من داخل المعارضه اللي عنده مصالح من هذا، وبالتالي يدعم الحكومه في هذا. شوف، حنا درنا كمبادره، كنا اقترحناها درنا لا ليست، لان خص توقيعات ديال النواب ماشي قرارات، توقيعات ديال النواب. درنا توقيعات، راسلنا جميع الفرق بما فيهم الغير المنتسبين. بالمناسبه المنتسبين سناو معنا، الغير المنتسبين سناو معكم كلشي المعارضه؟ لا، سناو معنا النواب الغير المنتسبين، سنات معنا الحركه الشعبيه، العداله والتنميه والتقدم الاشتراكي. هادو اللي وقعوا. ايوا كاين مشكل، ها هو بعدا ما استطعتوش حتى انتم كمعارضه انكم الاتحاد الاشتراكي، لا الاتحاد الاشتراكي حول واحد المطلب. لا الاتحاد الاشتراكي، وهذا الشيء تكرر. الاتحاد الاشتراكي رفض التوقيع. هذاك النهار يجي عندك شي واحد تقول له علاش. حنا بالنسبه لنا كنا اقتنعنا بالفكره على اساس نديروا، لان لجنه تقصي حقائق ماشي اننا كنوجهوا اتهامات، ماشي نشوفوا ومن بعد عاد غادي نقولوا الخلاصات. الناس رفضوا يوقعوا معنا واحد الاليه رقابيه ديال البرلمان. حنا نستغرب علاش. لا انا ماشي غير معارضه، حتى الاغلبيه خصها توقعها. طيب علاش في المهام الست